تفكر يا عبد الله، تفكر يا أيها الولد في إحسان والديك إليك، تفكر حال الصغر وتذكر ضعفك في الطفولة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل في والديك والشقاء الذي عانه لأجل أن تكون كبيرا، لأجل أن تكون صحيحا يحرص على ذلك حرصا. أبوك الذي هو مجبنة لك، الذي أنت له مجبنة من خلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل بالأسفار، يقطع الفيافي والقفار، ويتحمل لأجل لقمة العيش الأخطار، يحرص على أن تنال خيرا عظيما، يجوع لتشبع ويتعب لترتاح أنت يا أيها الولد. فإذا دخلت عليه مع تعبه هش، وإذا أقبلت عليه بش. هذا هو أبوك يا عبد الله. أما أمك فحدث ولا حرج، لأن حقها عظيم، هو أعظم من حق الأب، لأن أمك هي التي حملتك في أحشائها 9 أشهر، حملتك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، وتحملت الصعاب والمشاق لأجل ذلك. كلما ازددت نموا داخل بطنها إلا وتحملت ثقلا وضعفا يا عبد الله. أمك يا عبد الله التي رأت الموت بين عينيها حين وضعتك، لكنها حين رأتك بجنبها نسيت آلامها وعلقت بعد الله جل وعلا عليك آمالها، ثم سهرت لأجل رعايتك ليلها ونهارها، تطعمك بصحتها يا عبد الله. فطعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها، وهي سعيدة فرحة بذلك. هي أمك لها من الشفقة والرحمة عليك. تجوع لتشبع أنت، تسهر لتنام أنت، تناديها إذا غبت عنها فتأتيك وتكون عندك، إذا غابت عنك ناديتها يا أيها الولد. وإذا حل عليك خطر استغثت بها، تحسب أن كل الخير عندها. ولذلك فإنها إذا ضمتك إلى صدرها وكنت بين يديها ولحظتك بعينها لم تخف شرا بعد ذلك. هذه هي أمك يا عبد الله. من غيرها يفعل هذا بك؟ من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحت، وإن أبكي بكت من مدمعي. من غير أمي إن ضحكت تطايرت فرحا وحنت بالحنين الموجعي. من غيرها لمست أحاسيسي التي أخفي عن الدنيا وضمت أضلعي. من غير أمي ووجهها وجهي وفي قسماتها من ضحكتي وتوجعي. أمي سمائي ظل أيامي وما وفيتها حقا ومن ذا يدعي، لأن حقها عظيم. فمن ذا الذي يوفي هذا الحق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الولد لن يجازي والديه على إحسانهما مهما فعلت يا عبد الله ومهما صنعت بهما. قال صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد الوالدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه الإمام مسلم.